كنشكروا القناة طنجة الآن على التغطية ديالها لهذا الشكل النضالي الذي تأخذه جمعية محامين الشباب بطنجة تنفيذا لقرار فيدرالية محامين الشباب بالمغرب، تنفيذا كذلك ل يعني المعركة التي يخوضها المحامون عبر ربوع هذا الوطن ضدا على مجموعة من مشاريع القوانين التي سطرتها الحكومة التي تمس مصلحة المتقاضين بالأساس، وكذلك مجموعة من المكتسبات التي يحاولون الإجهاز عليها تهم المحامون بالمغرب. في ذلك يعني توجه المستنير إلى العدالة، مجموعة من المقتضيات جاءت بها مشروع قانون المسطرة المدنية تضرب كل حقوق المتقاضين في أساسها. يعني كاين مقتضيات خطيرة جدا، وهي تراجع خطير على المكتسبات الدستورية التي شهدها المغرب منذ الاستقلال. لهذا نحن الآن يعني نأخذ هذا الشكل النضالي تنفيذا لقرار فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، ونحن كجمعية محامين الشباب بطنجة يعني منضوين تحت لواء هذه الفيدرالية. وبالتالي احنا كنشوفوا من صفتنا كاعضاء مكتب جمعيه المحامين الشباب بالمغرب ان هذه المقتضيات الوارده في مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المسطره المدنيه تشكل رده دستوريه ان صح التعبير. من بينها يمكن نذكر على سبيل المثال الحق في التقاضي الذي تم تسقيفه في العديد من الفصول. ايضا هذا المشروع هذا جاء بمجموعه من المقتضيات التي تضرب في العمق منظومه العداله بصفه عامه، وكذلك كما سبق وذكرنا العديد من المقتضيات اللا دستوريه، العديد من المقتضيات التي تشكل كما سبق وذكرنا ردة دستورية لا تتلائم والمسار الذي يسلكه المغرب في إطار دولة الحق والقانون. طبعا هذا الاعتصام ديال اليوم ما هو إلا خطوة أولية من خطوات النضال الذي سيسلكه المحامون. فإذا ما تمش التراجع على هذه المقتضيات اللا دستورية كما سبق وذكرنا فإن هذا النضال، فإن هذه الوقفة والتي كما سبق وذكرنا هو اعتصام أولي سيكون له ما له ان شاء الله، وسوف نسلك طريق التصعيد اذا ما بقت الامور على ما هي عليه ان شاء الله.